السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أخبار البورصة، أهلا ومرحبا بكم. الخبر بتاع النهاردة بيتكلم عن سيتي لاب للتحاليل الطبية، واللي متابعنا إن احنا بننزله أخبار خاصة بالسهم ده بالذات. السهم ده كنا قلنا من كام يوم إن فيه 30 مليون سهم تم شرائهم، ويليهم 31 مليون سهم تم شرائهم وما تعرضوش في الطلبات وما تباع يعني ما تحطوش في العروض. ان احنا شفنا العروض، ما كانش فيه العروض غير 4 مليون و6 مليون، وكان متوقع ان لو الاسهم دي اتعرضت للبيع مثلا لو كان اللي اشتراها اشخاص عاديين. ولو تلاحظوا ان انا عملت فيديو برضو كتبت مين اللي بيلم ومين اللي بيجمع في الاسهم الخاصة بسيتي لاب. عملت الفيديو ده، وفي ناس يعني في اخ عزيز وفاضل بيقول لي معلوماتك غير صحيحة، فقلت له انا المعلومات بتاعتي انا جايبها من الافصاح بتاعهم ان اسهمهم عددها كذا، وان محجوز منها كذا، وده طبقا للافصاح الرسمي يعني، ومعايا الافصاح انا ومختوم من بالختم بتاع سيتي لاب، يعني انا منزله من الموقع بتاع البورصة. طبعا خبر النهارده في اثناء الجلسه على الساعه مثلا 11 كده او 12 نزل الخبر ده ان تم تنفيذ صفقه على اسهم سيتي للتحاليل الطبيه بقيمه 60 مليون جنيه. ده مستثمر او شخص ما او مؤسسه ما اشترت 60 مليون سهم ب 60 مليون جنيه، يعني اشترت السهم بجنيه بس، بجنيه واحد. طبعا هو كان النهارده بيتداول ما بين 90 قرش إلى 95 قرش. طيب ايه اللي خلى الشخص ده يروح يشتري السهم بجنيه رغم ان هو مثلا معروض في السوق ب 90 قرش؟ اللي خلاه يشتريه بالسعر ده ان اولا الصفقة دي كبيرة. الصفقة دي كبيرة، 60 مليون سهم ب60 مليون جنيه. ما ينفعش هو لو دخل اصلا ما فيش عدد زي كده كان معروض النهارده للبيع، يعني كان اقصى حاجة المعروض 10 مليون سهم. المعروضين كان 10 مليون سهم، فهو اشترى 60 مليون سهم عن طريق حاجة اسمها الصفقات ذات الحجم الكبير. ودي بتتعمل مع البورصة مباشرة. بيتفق مع البائع بيتفق مع البائع وبيروحوا هما الاتنين البورصة بيعملوا الصفقة من غير انت يا مستثمر يا صغير ما تسمع بيها. طيب، الفيديوهات اللي احنا عملناها المرات اللي فاتت قلنا مين بيلم في السهم. كان 30 مليون سهم ويليهم 30 مليون تاني، يعني حوالي 60 أو 61. وارجعوا للفيديوهات بتاعتي وهتشوفوها، ومنشورة من قبل أيام، يعني منشورة من قبل يومين وثلاث أيام، إن أنا بقول إن في 30 مليون سهم وفي 31 مليون سهم اختفوا. راحوا فين؟ هم ظهروا النهاردة واتعمل عليهم صفقة كبيرة. اتوقع يعني، والتوقيع ممكن يخيب الظن او يطلع صحيح، ان ال60 مليون سهم دول حد من المؤسسين اشتراهم او جمعهم من السوق، وابتدى ينفذ مع اللي هو الصفقة بتاعت قمة المشرق. يعني مثلا هم مطلوب منهم ب 250 مليون جنيه، ادي اول 60 مليون سهم وصلوهم. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الخبر. عنوان الخبر بيقول تنفيذ صفقة على أسهم سيتي للتحاليل الطبية بقيمة مليون 60 مليون جنيه. بص الساعة كام؟ النهاردة الخميس 23 مايو 2024، الساعة 10 إلا 10. يعني قايم من الصبح بدري، هو مستعجل. تفاصيل الخبر بيقول لك أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة سيتي لايت سيتي للتحاليل الطبية، اللي هي تابعة لبورصة النيل، إلا إن هي مش في المؤشر الاي جي اكس 30 ولا اي جي اكس 70. هي محطوطة في مؤشر اسمه مؤشر التميز، اللي هو للشركات الصغيرة جدا. لما يكبر رأس مالها هيظبطوها دلوقتي وهتتنقل للمؤشر الكبير. تفاصيل الخبر. قالت البورصة في بيان أنه تم خلال جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، اللي هي بتعرف بحاجة اسمها بلوك تريدنج، على أسهم سيتي للتحاليل الطبية لعدد 60 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه. يعني اللي اشترى اشترى السهم بجنيه،
طيب لما كانوا بيلموا هم لموه ب90، لموه ب90 ولموه ب89 قرش ولموه ب91، باعوا النهارده جزء ب60 مليون جنيه. طبعا هو مش المبلغ العادل ده يعني. المفروض السهم ده يعني يجيب جنيه ونص، 2 جنيه مثلا كده يعني. اما هم يعني مش عارف، هم تحس ان هم مش عارفين قيمة السهم. يشار إلى أن البورصة وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيتي للتحاليل الطبية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من 64 مليون جنيه إلى 81 مليون جنيه و480 ألف، بزيادة قدرها 17 مليون جنيه و480 ألف. والزيادة موزعة على عدد 174 مليون سهم بواقع 27% سهم مجاني لكل سهم أصلي، والقيمة الإسمية 10 قروش للسهم الواحد، والزيادة تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطي القانوني وفقا للقوائم المالية. يبقى عرفنا دلوقتي مين اللي كان بيلم في الأسهم. وأتمنى من الأخوة إن يراجعوا الفيديوهات بتاعتي، وأنا بقول بالرقم، بقول إن في 30 مليون سهم و31 مليون سهم اختفوا وما تعرضوش تاني. يعني يعتبر 61 مليون سهم. فلنفترض مثلا ان المليون سهم دي اشتروه الناس العاديين، والستين دول اشتراهم الشخص اللي اتفق مع البائع مسبقا، لان الصفقات ذات الحجم الكبير اللي هي بتتم عن طريق البورصة مش عن طريق شركات سمسرة، بتكون بحضور الطرفين. اني انا بجمع البائع يعني سلم واستلم زي كده. يعني انت عندك 5 مليون سهم، وجماعة واحد مثلا مؤسسة فلان عايزة تاخدهم، بنروح انا وهو عايزين ننفذه يلا بيع واشتري. وطبعا ليه ما بيعرضهاش على الشاشات؟ عشان ما تأثرش في حجم السهم. هتأثر في حجم السهم، اولا هيخس، لان مثلا هتطير الاسهم هيبقى صفر المعروض. ثانيا سعره بدل ما هو معروض النهارده ب90 كان هيبقى المؤشر بتاعه بجنيه، وكده ايه يعني هيحصل مشكلة بالنسبة للسهم. فالصفقات الكبيرة بتتم خلف الشاشات. وكده يكون انتهى خبر الخاص بسيتي لاب للتحليل الطبية. لو أي حد عنده معلومة تخص السهم ياريت يكتبها عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.